من ضمنها إيران. وقد واكبت هذه الجولة جولات أخرى لبعض المسؤولين السياسيين. ما ذهبت به جريدة الجارديان هي حقيقة هناك صفقات وليس صفقة تتم بين المالكي وبين بعض القوى السياسية، وتتوسط بهذه الصفقة هي إيران. إيران اليوم بلا شك لاعب مؤثر ومهم في الساحة أو في المشهد السياسي العراقي، لكونها تسيطر حقيقة على أغلب القوى السياسية الإسلامية إن صح التعبير والشيعية تحديدا، والتي هي تشكل الثقل السياسي في الجغرافيا السياسية العراقية. طيب، إذا ما صحت هذه الأنباء أو التسريبات التي قالت بها جريدة الجارديان، أين أمريكا من هذا الاتفاق؟ ألا يبدو ذلك حال حدوثه أن واشنطن ستظهر بمظهر المهمش من العملية السياسية العراقية؟ لا يا سيدي الفاضل، أمريكا تلعب لعبة ذكية أن ترمي الكرة على الجارة إيران أولا، لأن هناك نوع من التطبيع على الأقل النظري ما بين إيران وأمريكا على حساب الوضع العراقي، وتبين إيران لاعب ومؤثر في الساحة السياسية العراقية، وبالتالي أمريكا تريد أن تشكل حكومة لكي يكون انسحابها مبرر أولا، وثانيا لأنها تعاني من الآن في ضيق سياسي أمام الرأي الأمريكي، باعتبارها سوف تخوض في نهاية هذه السنة الانتخابات تجديد النصف بالضبط في داخل الكونغرس الأمريكي، وبالتالي تريد أن تنسحب على الأقل أن تسارع في تشكيل حكومة، فأي كان الوسيط إيراني، وهي تعلم بأن إيران لها يعني يد طولة في الشأن العراقي السياسي، وبالتالي هي مسيطرة على أغلب القوى السياسية الشيعية. طيب، في هذا الإطار وما دمنا نتحدث عن اللاعبين الأساسيين في هذه العملية، كان هناك هجوما يعني شنه رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي ضد طهران، واتهمها بأنها تتسبب في زعزعة الاستقرار في العراق. هل يعني ذلك شعورا لدى علاوي بأن المعركة حسمت لصالح غريمه المالكي؟ هو بالتأكيد الرجل صرح أكثر من مرة يقول بأنني حتى لو أجلب كذا صوت لا يمكن أن توافق علي على شخص إيران، وبالتالي لديه عقدة من إيران وإيران لديها عقدة. ولكن تصريحاته بالأمس كانت شديدة اللهجة. بالتأكيد هي تصريحاته ليس بمنعزل عن التصريحات السابقة، هي تقريبا يعني متتالية مع تصريحاته السابقة ضد إيران، وبالتالي إيران تخفق كثيرا في عدم استدعاء السيدة إياد علاوي باعتباره رقما مهما في المعادلة السياسية، وبالتالي لا يمكن أن تقام أي حكومة بدون العراقية أو بدون شخصية إياد علاوي، لأنها مؤثرة ومهمة، وبالتالي لها ناخبين ما يعادل 9 ملايين ناخب في الداخل العراقي، ولا يمكن أن تهمش هذه القائمة الكبيرة. طيب، في نفس الموضوع كانت هناك تسريبات أيضا عن اقتراح بتعيين الشيخ نواف الجربة الذي يرتبط بعلاقة مصاهرة مع العاهل السعودي رئيسا للبرلمان في جلسة من المرجح أن تعقد السبت المقبل. هل الصفقات أخذت بعدا إقليميا بمشاركة لاعبين أساسيين في المنطقة مثل السعودية مثل سوريا؟ شوف، الآن المعادلة السياسية العراقية أخذت منحى تطرفي كبير جدا، أي نقلت اللعبة السياسية من الداخل إلى الخارج، وبالتالي هذا الفيضان من الداخل إلى الخارج فتح الباب، يعني باب التدخلات على مصراعيه بشأن السياسي العراقي، وبالتالي لا نستغرب عن تشكيل أي سيناريو. ولكن هذا الخبر اليوم أنا قرأته بأكثر من موقع، لقد كذب هذا الخبر ونفي بأنه يكون السيد الجربة هو المرشح. طيب، أشكرك جزيلا الأستاذ ناجي الغزي رئيس المركز العراقي لتنمية المواطنة والديمقراطية. ونعود مشاهدينا لمتابعة ومطالعة